بما ان درجة الحرارة 40 فيما فوق، قلت لازم استغل الفرصة واعمل فيديو العودة بعد غياب في ظل الاجواء الجميلة دي. وكطبيعة دنيتنا الكاذبة، كل حاجة ليها فوائد واضرار، وهكذا الشمس ليها فوائد واضرار. بس تعالى نبدأ باضرارها عشان اهم من فوائدها. طبعا الشمس بيخرج منها اشعة، والاشعة دي بتتكون من اشعات، واولهم اشعة الضوء المرئي اللي احنا بنشوفها دي، ده غير الاشعة تحت حمراء والاشعة الفوق بنفسجية. نسيب بقى كل دول ونمسك في الاشعة الفوق بنفسجية، واللي هي بتصنف كأخطر أشعة بتخرج من أشعة الشمس. خلينا نعرف الأول إن الأشعة دي موجودة طول فترة ظهور الشمس، بس ده مش معناه إن الأشعة فوق البنفسجية خطيرة طول الوقت. يعني الأشعة الفوق البنفسجية بيكون لها وقت بتكون أشد حدة فيها وتكون في أشد خطورتها، والوقت ده اللي هو بيكون ما بين الساعة 10 للساعة 2 تقريبا. يعني هتسألني وتقول لي بالليل ولا الصبح، هزعلك. أضرار الأشعة دي بديهيات، يعني زي حروق الجلد وشيخوخته اللي هو كرمشته، يعني واللي هو يكون بسبب تلف حاجتين: كولاجين والإلاستين، ولو كنت متابعنا كويس فأنت أكيد عارفهم، يعني اللي هما بيدوا للجلد ندرته. زائد سرطان الجلد اللي بتكون بسبب الطفرات الجينية اللي ممكن تسببها الأشعة دي، وبرضه ضعف الجهاز المناعي اللي ممكن الأشعة دي تسبب تلف في الخلايا المناعية. في مقولة بتقول: البيت اللي بيدخله الشمس لا يدخله طبيب. وأنا من موقع هذا بطالب الشعب إنه يقفل الشبابيك عشان ما يقطعش عيشه. من الآخر، من أهم فوائد أشعة الشمس هي فيتامين دي، وأشهر مصدر لفيتامين دي هو أشعة الشمس. عشان كده لازم تتعرض لأشعة الشمس بشكل يومي، اللي هو بيكون من حوالي من 8 ل 10. هتقول الصبح ولا بالليل، هزعلك. هو طبعا فيتامين دي محتاج فيديو لوحده، بس كفايه عليك حاليا انك تعرف ان هو مهم في نمو العظم. بس طبعا ما تنساش اخواتنا في فلسطين. يا رب هون شمس الظهيرة على اخواننا في الخيام، واجعله بردا وسلام.